السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل سبسكرايب، نفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، واللايكاتكم الحلوة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شفنا الأخبار وإقالة ريبيرو والحكاية إيه والخطيب إيه، طبعا احنا هنتكلم في كل التفاصيل دي. طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا غضبان جدا من اللي حصل، غير الغرامات وغير اللي هو عمله وغير الجلسه اللي قعدها مع خوسيه ريفيرو. طبعا ماتش بيراميدز اللي جاي هو ماتش مصيري، بس بقى محدش يقول مثلا ان الاهلي لو خسر، الاهلي لو تعادل ريبيرو هيمشي. مش هيحصل. هو ريبيرو يعني 90% اللي انا شايفه هو مش هيكمل مع الاهلي، مش هيكمل معانا الموسم ده. هو اخره ممكن يكمل معانا الدور الاول، اللي انا شايفه من وجهة نظري هو الدور الاول ممكن يكمل معانا. لكن كموسم انا شايف ريبيرو بالمستوى بتاعه بامكانياته، يعني مع ان الاهلي قبل ما بيجيب المدرب بيتفرج عليه وبيشوف هو مناسب ولا مش مناسب للفريق. خوسيه ريفيرو مشكلته في حاجه، يعني هو بيلعب قدام الفرق الجامده، شفناه في كاس العالم والحاجات ديت. مع الفرق الجامده والفرق العاليه بيلعب معاها حلو، وبيلعب جيب مفتوح، وبيلعب يعني بتكتيك معين هو شغال عليه. انت عندك في الدوري المصري انت اعلى اسكواد، فاي فرقه في الدوري المصري هتلعب قدامك هتدافع وبتعمل تكتلات دفاعيه، مظبوط الكلام ده. طب انت التكتلات الدفاعيه دي محتاجه ايه؟ محتاجه حد مهاري، محتاجه حد يخلص لك من الموضوع ده. يعني يعني قصه الحد المهاري، احنا ظالمين حد يا جماعه مهم جدا، وهو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لحد دلوقتي بعدينه عن التمرين، بعدينه عن التشكيل، بعدينه عن الفرقه كلها. مع ان احمد عبد القادر اقسم بالله لاعب محترم جدا، وفي التكتلات الدفاعيه دي لازم يبقى ليك حلول. انت اي فرقه هتلعب قدامها هيبقى فيها تكتلات دفاعيه لحد ما يبقى في يخش فيها جون واتنين. ايه اللي هيحصل؟ هتفتح بقى تلعب جيم مفتوح عشان تلعب معاك. يبقى خلاص كده، يبقى انت كده عملت الغرض منه. خلاص الفرقه اللي قدامك فتحت، انت هتهاجم هتلعب جيم براحتك مفتوح. لكن انت فين الخطه اللي عندك؟ فين اللي انت بتعمله؟ فين التكتيك بتاعك؟ فين الجمل بتاعتك؟ الفرقه عامله تكتل دفاعي، قاعد بتتفرج زينا وعادي. تطلع تنزل مهاجم بمهاجم، خط نص بخط نص. هو انت بتعمل ايه؟ يعني الفرقه عامله تكتل دفاعي، عايز اي حاجه تعرف تطلعك، اي حاجه تعرف تعمل لك سرور جوه، يعمل لك اختراق. بتطلع اشرف بن شرقي مع انه اكتر واحد مهاري بيلعب، اكتر واحد مهاري ممكن يخلص لك اي حاجه. واحد ضد واحد، الحته دي في الاهلي يعني غير الزمالك يا جماعه. الزمالك الصراحه عملت تيم كويس، الجمهور بتاعها بقى زي ما انتوا شايفين الزمالك مبسوط ازاي وفرحان ازاي، وبدأوا يقفلوا على بعض وبدأوا يبقوا تيم كويس، واللعيبة تعمل أداء كويس وحماسي، يخلصوا الماتش من هنا الجمهور بيناديهم ويلا بيشجعوا الدوري لينا وبتاع. هو من حقكم، احنا اللي عملنا كده في نفسينا، احنا اللي عملنا كده، هو من حقكم. يعني الجمهور بيشجع والجمهور فرحان بالزمالك. ده واحد زملكاوي عندي بسلم عليه بيقول لي ما تكلمنيش انا متصدر، ما تكلمنيش يا باشا انا راجل متصدر، ما تكلمنيش. قلت له ايه يا عم؟ خلاص يا عم، هو ما حدش هيتصدر غيرك؟ قال لي يا باشا ما تكلمنيش، يلا يا فرقه المليارات. احنا بقينا بنتعاير، خلي بالكم. يعني احنا بقينا بنتعاير خلاص، يعني مش للدرجه. خلاص انت متصدر خلاص يا باشا، على عيني وعلى راسي، من حقك. ما احنا اللي عملنا كده فينا في نفسنا. عاجبك يا عم ريبيرو؟ يعني انت دلوقتي تغييراتك مش فاهمها. يعني حتى جريتشار يعني صفقة أجنبية. بتعمل ايه يا جريتشار؟ انت كويس جدا وبيستلم حلو وتحت ضغط وبيعرف يسلم، بس انت الشغل ده هو بانجليزي مش عندنا. انت بتطلع من البوكس بتاعك وبتطلع بتستلم. انت بقى عايز لما تطلع تستلم ايه اللي يحصل؟ الباكين يفتحوا، زيزو او بن شرقي او تريزيجيه يروحوا مكانك عشان يفضلوا لك مكان. زي في كوره اتلعبت صح لما جريديشار طلع ولعبها بالهيد لزيزو لما راح انفرد وعملها تشيب من فوق الحارس، طلعت طبعا في السماء. دي عملها. عايز بقى انت شغل من ده كتير، وهم مش هيعملوه، هم مش فاهمين ومش فاهمين اللعب ده.
لكن في البوكس بالخطوره زي وسام ابو علي والناس ديت لا مفيش. عندنا شلل في الباكين، اذا كان اليمين ولا الشمال. مفيش عرضيه واحده نقول عليها برافو، نقول ايه ده في عرضيه حصلت. مفيش. فين العرضيات؟ ولا يمين ولا شمال. فين؟ لا في خلل، في هرتله، في بلح كان حاصل. لا. فبالنظام ده هنكمل الدنيا هتبوظ مننا، والدوري هيبعد، وده وهنخش في مشاكل تانية، ويا ريتنا عملنا، ويا ريتنا مشيناه، ويا ريتنا جبناه. طب ما هو من الاول، ما هو من الاول. لكن اللي حصل ده لا. فانا هو ريبيرو الماتش اللي جاي مع بيراميدز هيشوف هيعمل ايه. هو في الماتش بيراميدز ممكن يكسب، مع بيراميدز هتهاجمك وبتاع والكلام ده، ممكن نكسب، بس هو ده مش معدل، ودوت مش حاجه خلاص ده هيكسب ده هيخسر. لا هو ريبيرو خلاص هو ايه بدأ يكتب كده ايه اول سطر اللي هو انا ماشي. هو كده كده ماشي، بس ماشي امتى لا هنشوفه الايام اللي جايه. لكن الخطه بتاعتك لا، انت بهدلتنا. انت عندك امكانيات لعيبه. احنا شفنا زيزو وشفنا تريزيجيه مع المنتخب لما لعبنا ب 3-4-3. تريزيجيه بيلعبها حلوه قوي ناحيه الشمال، بيمسك مكان الباكات وبيطلع بيبقى الخط كله بتاعه. زيزو عملها باك رايت وبيلعب الخط ده كله بتاعه. لو انت عايز كله يلعب، وانت عايز بن شرقي يلعب وعايز ده يلعب، طب ماشي. طب ما انت بتلعب بثلاثه ورا. ما انت في مشكله عندك في الدفاع. انت من بعد ما عبد المنعم مشى واحنا في الدفاع عندنا مفيش حد بيعرف يطلع بالهجمه، محدش بيعرف يبني هجمه. مفيش الكلام ده عندنا. الكلام عندنا ده خلاص انعدم. انت لو لعبت ب3-4-3 انت كده فكيت ازمه. هتلاعب تريزيجيه وهتلاعب بن شرقي، هتلاعب زيزو وهتنزل طاهر قدامه مثلا، مثلا عشان تفضي مساحه لامام. امام عامل فجوه جامده الصراحه، احنا حاسين بيها. امام عامل فجوه وعامل فراغ جامد جدا، احنا متاثرين. لكن مروان عطيه برضو يعني ديانج عامل اللي عليه اكتر. ديانج بيقف في نص الملعب لوحده وبيبقى صادد على الناس كلها. يعني انا شايف ديانج برافو عليه. ديانج بيعمل اللي عليه وزياده. لكن لا هو فيش فكر. يعني بص احنا بنتكلم مع بعضنا في تغيير تشكيل في حاجات ممكن يعملها، لا. لكن هو عندك الشوط الاول يخلص، الشوط التاني يتاخر في التبديل. طب التبديل يعمل ايه؟ يطلع ده مكان ده، ده مكان ده. انت بتعمل ايه؟ فين التغييرات؟ فين تغيير التشكيل؟ فين الجديد اللي انت هتعمله؟ لا مفيش فكر، مفيش اي حاجه. وانت من ساعه ما كنت بتقعد ديانج بره ومش مقتنع بديانج ومش عارف ايه لحد ما مروان عطيه اتصاب، انت كده اثبتت لنا مش مدرب. لا في كلام كتير وفي حاجات. ريبيرو داخل الملعب مش عاجبنا خالص يا جماعه. في حاجات كتيره ايه صعبه، صعبه. يعني احنا عندنا مشكله جدا. عندنا مشكله في الاهلي فعلا يا جماعه، اللي هو واحد ضد واحد. واحد ضد واحد بحس ان فيه صعوبه. من بعد احمد عبد القادر في بن شرقي ممكن بيعملها كويس، بس في صعوبه. انا مش عارف ازاي دي نعدوها، لان احمد عبد القادر لا مظلوم. مظلوم جامد جدا، مظلوم انا الصراحه لا يعني احمد عبد القادر لا مظلوم. احنا اصلا محتاجين باكين، باك يمين وباك شمال. وفي يعني صفقه يعني شبه 90% خلصت، وهو باك اليمين احمد عيد من النادي المصري. في يناير ان شاء الله في الاهلي بنسبه 90%. احمد عيد اهلاوي في يناير باذن الله. لكن دلوقتي التشكيلات بتاعتنا والخطة بتاعتنا نشوفها طبعا في تشكيل، وفي حلقة جاية هنعرف فيها التشكيل، وهنعرف التوقعات وتوقعات الماتش هيبقى ماشية ازاي معانا ان شاء الله في الحلقة الجاية. عندك طبعا الغيابات. عندك ياسين مرعي مش هيلعب طبعا ماتش بيراميدز خلاص، الناس دي مش هيلعب. ياسر ابراهيم مش هيلعب. محمد شكري مش هيلعب. كل دي خارج القايمة. وفي خبر اللي فرحنا الحمد لله، احنا خفت من بن رمضان لما مسك الخلفية. الحمد لله بن رمضان بقى كويس وبدأ ينزل لل... لل... للتدريب وبدأ يشتغل. امام عاشور بقى جاهز، وامام عاشور جاهز، وبس هو ممكن ما يغامرش بيه.